معلم تقيل وشهرته أسد الجيزة وجولد مصر، كلمته مسموعة وبتتنفذ على طول وعنده عزوة. الناس بتحبه علشان جدع وبيقف مع المظلوم ويجيب له حقه، بيقدم محتوى على فيسبوك وبيحكي قصص ومشاكل الناس وبيحط حلول. ليه علاقات قوية في الوسط الفني وعنده شركة إنتاج. إيه حكاية المعلم وليد دهب أبو الوليد؟ تعالوا نشوف في الفيديو ده. في قلب منطقة فيصل بالجيزة وسط الزحمة والصوت العالي وحكايات الناس اللي ما بتخلصش، طلع اسم المعلم وليد دهب، أو زي ما الناس كتير بتناديه أبو الوليد دهب أو جولد مصر. وده بقى شخصية مختلفة، مش مجرد واحد بيظهر على الفيسبوك وخلاص، لا ده عامل لنفسه عالم كامل اسمه عالم الدهب، عالم فيه حكايات ومشاكل وحلول وجدعنة على أصولها. وليد دهب مشي في سكة مش سهلة وقرر يبني اسمه بإيده. من شارع محمد إسماعيل في الجيزة ابتدى يحط أول خطوة في مشواره لحد ما بقى صاحب شركة جولد ميديا واسم معروف في الإنتاج الموسيقي. بس اللي ميزه بجد مش بس شغله في الفن، لكن حضوره وسط الناس. الراجل ده عرف ازاي يخلي لنفسه هيبة وكلمة مسموعة، وتفتح فيديو من فيديوهاته تلاقيه بيتكلم بثقة، وشه فيه حتة جدعنة كده تحسسك انه فاهم الشارع كويس. عالم الدهب مش مجرد برنامج، ده ساحة بيتجمع فيها الناس يحكوا مشاكلهم ويلاقوا حد يسمعهم بجد. وساعات يستضيف شخصيات، وساعات يحكي قصص حصلت، وساعات تلاقيه واقف في نص مشكلة بيحلها بمنتهى الحسم. واللي خلى وليد دهب يكبر في عيون الناس إنه دايما واقف جنب الغلبان. أي حد مظلوم، أي حد محتاج كلمة حق تلاقيه حاضر، مش بيفرق معاه مين قدامه، المهم إن الحق يرجع لصاحبه. علشان كده بقى اسمه بيتردد مش بس في فيصل ولا الجيزة، لأ في حتت كتير بره كمان. وناس كتير بتقول إن الراجل ده عنده علاقات في الوسط الفني، وفعلا بيظهر مع شخصيات معروفة وبيتكلم عن كواليس وحكايات من جوه الوسط. بس برغم ده كله فضل محافظ على طابع ابن البلد اللي يقعد على القهوة مع الناس عادي ويسمع ويهزر، وفي نفس الوقت لو في جد يبقى أول واحد يقف. شخصية وليد دهب فيها تركيبة غريبة شوية، حتة المنتج الفني اللي بيفهم في الشغل، مع حتة المعلم اللي كلمته بتمشي، مع حتة الإنسان اللي قلبه على الغلابة. وده اللي خلاه يعمل قاعدة جماهيرية كبيرة على السوشيال ميديا، خصوصاً على فيسبوك، لأن الناس بتحب اللي شبهها واللي حاسس بيها. ويمكن في ناس بتشوفه شخصية مثيرة للجدل، ويمكن في ناس تشوفه قدوة في الجدعنة، بس الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها إن وليد دهب قدر يعمل لنفسه اسم في وقت قليل، وبقى رقم تقيل في منطقته، وكلمته مسموعة وبتتنفذ على طول لما بيخش في أي موضوع علشان يحله. وفي الآخر تفضل الحكاية مش بس عن واحد بيقدم محتوى، دي حكاية راجل قرر يبقى ليه مكان وسط الناس ويسيب بصمة بطريقته سواء في الفن أو في الشارع. والمعلم وليد دهب اسم بقى ليه صدى وحكاية لسه فصولها بتتكتب كل يوم.